طالب رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم الحكومة العراقية بإجراء تحقيق على أعلى مستوى في مصير مقاعد حجاج نينوى الذين تم استبعادهم من قبل هيئة الحج رغم تسلم الهيئة الجوازات والمبالغ وصدور أسمائهم في القرعة بشكل أصولي. الهميم قال لمفد الشرقية نيوز إلى ديار المقدسة أنه يرفض التذرع بالأسباب الأمنية. حقيقة أن حجاج نينوى قد وصل قسم منهم إلى الديار المقدسة، لكن هناك عدد لا بأس به لم يصل. هناك خطأ قد حصل من قبل هيئة الحج بالتأكيد، هذا الخطأ تتحمل مسؤوليته هيئة الحج، خصوصا بعد أن استلمت المبالغ كاملة واستلمت الجوازات وخرجت أسماء هؤلاء في القرعة وبالتالي لم يصلوا. أنا أعتقد أنه من الضروري لهيئة الحج أن تضمن لهؤلاء الذين لم يصلوا إلى بيت الله الحرام أن تضمن لهم في السنة القادمة خارج القصة وخارج التغطية أن تضمن لهم الوصول إلى مكة المكرمة على أقل تقدير، الحقيقة كنوع من رد الاعتبار لهؤلاء ومحاولة تطيب خواطرهم. شيخي احنا سمعنا انه اسباب المنع هي امنيه، ربما قد تكون هناك مؤشرات امنيه على 1 2 10 100. لا 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 الحقيقة لا توجد مقاعد تغطي حجاج نينوى، وبالتالي يجب فتح لجنة تحقيقية وبأعلى المستويات للتحقيق لما أين ذهبت المقاعد المخصصة لنينوى، لأن هناك عدد كبير. وأعتقد أنه ليس القضية الأمنية هي بالدرجة الأساس، وإنما القضية الأمنية ممكن أن تتناول 5 6 10 15، لكن العدد يفوق على 400، وبالتالي أعتقد أن هناك خلل ما قد حصل، وبالتالي يجب إجراء تحقيق رسمي في معرفة أين ذهبت مقاعد حجاج نينوى.